ووضعت إدارة نادي مولودية الجزائر استخدام النجم الخضر يوسف بلايلي ضمن أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال رئيس العميد حاجر جم على عرض بلايلي أكبر راتب في البطولة الجزائرية، حيث بلغ عرض المولودية مليار سنتيم، بالإضافة إلى امتيازات أخرى سيتحصل عليها اللاعب. وقالت صحيفة كومبيتيسيون الناطقة بالفرنسية أن رئيس العميد حاجر جم عرض على بلايلي أكبر راتب في البطولة الجزائرية، حيث بلغ عرض المولودية مليار سنتيم شهريا، إضافة لامتيازات أخرى سيتحصل عليها اللاعب في حال قبوله لعرض النادي. وأشار نفس المصدر أن الرجل الأول في بيت العميد يدرك أن مأمورية إقناع بلايلي بالعودة للبطولة المحلية ليست سهلة، في ظل المنافسة التي سيجدها النادي من الفرق التي تسعى بدورها لضم اللاعب. هنا أكدت الصحيفة أن حاجر جم لا يخشى منافسة الأندية المحلية مثل الاتحاد العاصمة الذي يريد أيضا استعادته، لكن التخوف يأتي من عروض الأندية التونسية الكبرى وعلى رأسها الترجي، إضافة إلى النادي الأهلي والزمالك. ويوجد بلايلي ضمن اهتمامات عدة أندية إفريقية على غرار الترجي التونسي، الزمالك والأهلي المصري وعدة أندية خليجية. وغاب بلايلي عن قائمة المنتخب لمباراتي أوغندا وتونس بسبب تواجده دون فريق بعد أن قرر مغادرة نادي أجاكسيو الفرنسي. وقال الناخب الوطني جمال بلماضي معلقا على وضعية لاعبه أنه لم يستدعي بلايلي لأنه غير جاهز بدنيا ويسعود للمنتخب عندما يجد فريق.